لو بتعملي ايديتس كتير على صورك يبقى انت محتاجه تتعالجي. واستني هفهمك انا اقصد ايه بالظبط. وانا هنا ما اقصدش بكلامي شويه الايديتس والفلاتر اللي احنا بنستعملها او الميك اب الخفيف اللي احنا بنحطه، قصدي الايديت اللي بيحول شكلك 180 درجه لدرجه انه لو في حد جه شافك في الحقيقه هيبقى مش متاكد قوي انت نفس الشخص ولا لا. هنا انت غالبا عندك حاجه اسمها جرح العار، وبدون تصعيد للمواضيع تعالي احكي لك قصدي ايه. وده معناه انه انت مش متقبله جسمك، شكلك، الملامح الانثويه اللي فيكي، وده بيعمل حاجه من الاتنين: يا اما هيوصلك انك تعدلي كل ملي في شكلك وجسمك عشان تعرفي تتقبلي نفسك وممكن تتعري زياده، او هيخليكي تضغطي بزياده عشان ساعتها مخك هيقولك مش هما مش متقبلين شكلي وجسمي وبيعاملوني على اني حاجه عار، فانا عايز اغطى بزياده واستخبى. فالاول محتاجين ان احنا نتعلم ازاي نتقبل شكلنا وجسمنا زي ما هو، وانه انا الشخص اللي بحب نفسي كفايه مش حد تاني، يعني مش مستني كونفرميشن من اي حد من بره. بس المهم ان انا اصارح نفسي اصلا ان انا عندي المشكله دي. ولو انت فاكره انه جرح العار موجود عند الستات بس، فلا انت غلطانه، جرح العار بيبقى موجود عند الستات او الرجاله. لو عايز تفهم يعني ايه جرح العار تابعني في الفيديو الجاي. انا هايدي هشام، سيلف اويرنس ميتا كوتش، كلمني وانا هساعدك.